السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نانو كروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكوفية الجميلة دي بطريقة بسيطة وتنفع للمبتدئين وكمان المحترفين. هنعملها ان شاء الله النهاردة. بس قبل ما نبتدي الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله هنا في القناة. عايزة بس اقول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، ان الكوفية دي انا بعملها لسن حوالي يعني كده سنتين ونص كده، في يعني السن الصغير. بس طبعا ينفع تكبريها وتصغريها، بس طبعا اكيد يعني مش سنتين فسنتين بس اللي تلبسها، اكيد تنفع من سن اول سنة او يعني صغيرين لغاية 4 سنين. يعني انا لبستها الطفل هنا 4 سنين او 5 سنين، حلوة جدا عليه فعليها يعني. فيعني تنفع للسن قصدي الصغير، وتكبروها شوية تنفع للسن اللي هو الوسط من 8 سنين 10 سنين وكده. كل ما تكبروا تنفع يعني ايه لسن كده، مش لازم سنة معينة. بس حبيت اقول كده وبس كده. يلا بينا نبدأ الفيديو. اللي هنحتاجه طبعا الخيط. انا هستخدم خيط فلاية، او انا معلش الورقة بس مش معايا. او اليزا، يعني هو نفس سمك اليزا بالظبط. ده خيط استوكات. اي خيط انت عايزاه بتستخدميه، يعني اليزا هيمالايا اي خيط. وهستخدم معاه ابرة رقم 4 اهي. بس كده، هي دي كل الادوات اللي هنحتاجها، مش هنحتاج اي حاجة تاني. بس كده، ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة كده هجيب الخيط والابرة، وهعمل عقدة بداية بالشكل ده، وهبدأ اعمل غرز سلاسل بالدوران اللي انا عايزاه. طبعا الدوران ده لازم يكون اكبر بكتير من دوران رقبة الشخص اللي انت بتعملي له، سواء طفل او حد كبير يعني. مثلا انا النهاردة يعني هعمل لسن سنتين او سنتين ونص. هخلي الدوران 62 سنتي، بحيث ان هي تكون واسعة كده، شكلها يعني واسع كده على الرقبة بكتير. هبدأ دلوقتي اعمل سلاسل بالشكل ده كده. تفضلي ماشية كده سلاسل لغاية ما توصلي للطول المناسب. خلصت كده الطول المناسب اللي هو زي ما قلتلكوا 62 سنتي. برضو لو عايزة تعرفي عدد السلاسل عملت 110. بس طبعا عدد السلاسل ده بيتحدد على اساس طبعا نوع الخيط اللي انت بتستخدميه، يعني السمك بتاعه والابرة وايدك. يعني في ناس ايدها بتكون واسعة وناس ايدها ضيقة، يعني بتفرق طبعا. آه بعد ما خلصت كده السلاسل بتقيسيهم بالمزورة اللي هو المتر ده اهو. او مثلا لو ما عندكيش وكده ممكن بالمسطرة، يعني تحاولي بالمسطرة. هاجي دلوقتي كده بعد ما خلصت الطول المناسب بعمل سلسلتين. لا سوري، من الاول هنقفل. بعد ما خلصنا الطول المناسب، بعد كده السلاسل بتاعتي بخليها كلها كده على الوش بالشكل ده اهي، لغاية ما اوصل لاخر سلسلة وادخل جواها كده، اللي هي اول سلسلة عملناها بالشكل ده اهو. وهسحب الخيط منها كده كمان من الحلقة اللي على الابرة كده. عملنا غرزة منزلقة وقفلنا الشغل بتاعنا كده. بعدها هعمل غرزتين سلسلة بالشكل ده، غرزتين سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي قفلنا فيها اللي هي دي الاول هاخد لفة على الابرة كده وادخل جواها كده واسحب الخيط كده. معايا 3 حلقات على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم كلهم كده. عملنا غرزة نص عمود. الشغل بتاعنا كله النهاردة هيكون بغرزة نص عمود. هاخد لفة كده على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، وبخلي معايا الخيط ده بنضفه معايا، يعني بخليه كده فوق الابرة وبسحب الخيط كده. معايا 3 حلقات على الابرة، باخد لفة وبخرج منهم كده. زي ما قلت لكم عملنا غرزة نص عمود. هفضل ماشية بنفس الطريقة كده، بدخل في كل غرزة وبعمل غرزة نص عمود بالشكل ده كده، غرزة نص عمود. هنكمل الشغل كله بنفس الطريقة كده، في كل غرزة هنعمل غرزة نص عمود لغاية ما نوصل لاخر غرزة هنا. وخلصت كده السطر الاول. وطبعا بناخد بالنا ان هنا في غرزة منزلقة ما بنشتغلش فيها، اللي هي قفلنا بيها السلاسل. بعد كده هقفل بمنزلقة كده في اول غرزة عمود
نص عمود يعني. بدخل كده تحت الحلقتين وبسحب الخيط من الغرزة وكمان من الحلقة اللي على الإبرة كده. كده خلصنا أول سطر. هرتفع سلسلتين، مش هشتغل كده على طول، لا انا هلف الشغل واشتغل من جوه كده بالشكل ده. وباجي كده هنا، دي اول غرزة منزلقة، دي ما بنشتغلش فيها، بنشتغل في اول غرزة عمود. معانا هنا الغرزة مكونة من حلقتين اهو، هي حلقتين. انا مش هدخل تحت الحلقتين، لا انا هدخل في الحلقة الخلفية اللي هي دي بالشكل ده. هسحب الخيط واعمل غرزة نص عمود اهي. الغرزة اللي بعدها نفس الطريقة، بدخل في الحلقة الخلفية وبسحب الخيط وبكمل وبعمل غرزة نص عمود. كل الغرز هتكون بنفس الطريقة دي. بدخل في الحلقة الخلفية للغرزة وبعمل غرزة نص عمود بالشكل ده اهي. بيكون معانا الغرزة مكونة من حلقتين، بدخل في الحلقة الخلفية اللي هي دي. هكمل السطر كله بنفس الطريقة. خلصت السطر التاني كله بنفس الطريقة، بشتغل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. هقفل دلوقتي بمنزلقة في اول غرزة نص عمود اهي. بدخل كده تحت الحلقتين وبقفل بمنزلقة بالشكل ده. هرتفع سلسلتين، وزي ما قلنا بنلف الشغل ونشتغل الناحية التانية. كل دور هنعمل كده، نلف ونشتغل الناحية التانية. هسيب اول غرزة وادخل هسيب بالمنزلقة وادخل في اول غرزة، ونفس الحكاية بالظبط هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة نص عمود. كل السطور بعد كده بنفس الطريقة بتشتغلي غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. يعني ان شاء الله كده هنخلص السطر ده ونقفل بمنزلقة ونلف الشغل ونرتفع سلسلتين ونشتغل الناحية التانية كده. تفضلي رايحة جاية كده بالسطور بتاعتك لغاية ما توصلي للعرض المناسب اللي انت عايزاه، عرض الكوفية او يعني الكوفية اللي احنا بنعملها. بس كده هشتغل السطور وارجع اقول لكم عملت كام سطر بالظبط زي ما قلت لكم بنفس الطريقة دي، نص عمود في الحلقة الخلفية. واشتغلت بالسطور لغاية ما وصلت للطول المناسب. عملت 15 سطر برضو، يعني عشان اللي عايزة تعرف كام سنتي بالظبط، يعني كده حوالي 10 سنتي اهو، او 10 الا ملي مثلا، 10 سنتي. وهنعمل قطعة زي دي بالظبط للفيونكة، نفس البداية بالظبط، سلاسل بنشتغل سطور نص عمود رايح جاي في الحلقة الخلفية، بس طبعا على مقاس اصغر. ابتديت ب40 سنتي، عملوا معايا 70 غرزة سلسلة، وادي ده شكلها اهي، عشان دي هتكون الفيونكة اللي هنحطها هنا. زي ما قلت لكم العرض بتاعها 40، والطول انا عملت 10 سطور اهي، حوالي 8 سنتي اهي، 8 سنتي اللي هو الطول كده. طبعا برضو بتعملي الطول والعرض اللي انت عايزاه. دلوقتي هنعمل مع بعض القطعة اللي هنضم بيها الفيونكة بتاعتنا. هجيب كده الخيط والإبرة وهعمل عقدة بداية اول حاجة كده، وهعمل 6 سلاسل و6 سلاسل. بعد كده هعمل 3 سلاسل ارتفاع، 3 تمام. هاخد لفة على الإبرة وهسيب اول 3 سلاسل اهو، 1 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة او السلسلة الرابعة. هسحب الخيط كده، كده معايا 3 حلقات على الإبرة، باخد لفة واطلع من اول 2 ولفة من الاتنين اللي بعدهم. كده عملنا غرزة عمود بلفة. هاخد لفة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل بنفس الطريقة، اسحب الخيط، معايا 3 حلقات على الإبرة، باخد لفة بخرج من اول 2، لفة من الاتنين اللي بعدهم. هكمل بنفس الطريقة كده ال6 غرز، في كل غرزة هعمل غرزة عمود بلفة. احنا كنا شغالين في القطعة بتاعتنا او الكوفية كنا شغالين نص عمود، اما دي عمود، عشان كده بندخل مرتين او يعني نسحب الخيط مرتين بالشكل ده اهو، 6 غرز. بعدها هعمل 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3، وهلف الشغل كده
وباخد لفة وهدخل جوه الغرزة كلها اهي كده تحت الحلقتين كلهم، وهعمل غرزة عمود بلفة. هفضل ماشي بنفس الطريقة كده في كل غرزة غرزة عمود بلفة بالشكل ده. وادي اخر غرزة. الصف اللي بعده نفس النظام، 3 سلاسل ارتفاع وبلف الشغل، وهدخل تحت الغرزة كلها او يعني كده تحت الحلقتين كلهم، وهعمل غرزة عمود بلفة. هكمل السطر كله بنفس الطريقة وهفضل ماشية كده بنفس النظام. السطور اللي جاية كلها برتفع 3 سلاسل وبكمل الغرز. خلصت اهو، عملت 8 سطور اهو كده كلهم 8 سطور. ومش هقص الخيط، هعمل بس سلسلة كده، ومش هقص الخيط طبعا عشان هنثبت بيه. هجيب كده القطعة بتاعتي اهي. انا حابة ان انا احط الفيونكة على الجزء اللي انا يعني اللي فيه نهاية السطر وبداية السطر ده، عشان كده ما يعني ايه يكون شكلها كده ان هي ما فيهاش قفلة يعني مني. وهجيب كده القطعة بتاعتي دي، هخلي القفلة برضو كده في النص وتكون من ورا كده اهي. ده شكلها، عملتها زي ما قلت لكم بنفس الطريقة. هحطها كده هنا، وهحط القطعة دي عليهم هما الاتنين كده، وهفتح كده الجزء ده كده بالشكل ده اهي. وهاجي من ورا هنا هلفها بس كده الناحية التانية اهي. وهاجي كده في اول قطعة في الاول خالص كده اول سطر اللي فيه السلاسل، هدخل في اول غرزة اللي هي الغرزة دي اهي. بدخل في اول غرزة وباجي كده للناحية التانية وبدخل كمان في اول غرزة كده اهي. وهسحب كده الحلقة دي اهي، وهضيق الخيط واسحب الحلقة من الغرزة وكمان من الغرزة التانية كده، وهعمل سلسلة تثبيت بالشكل ده. هدخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي الغرزة التانية، نفس النظام الناحية التانية. هدخل في الغرزة التانية اهي كده، وهسحب الخيط من الغرزتين ومن الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده. هدخل في الغرزة اللي بعدها كمان هنا في اللي قصادها، واسحب الخيط من الغرزتين ومن الحلقة اللي على الإبرة. افضل ماشية كده في ال6 غرز، بعمل غرزة منزلقة كده. ادي كده دي الغرزة اللي قبل الأخيرة، وادي كده الغرزة الأخيرة بالشكل ده. وهسحب الخيط من آخر غرزة كده، وهعمل سلسلة تثبيت وهقص الخيط اهي. ده شكلها، عايزه اوريها لكم بس كده. طبعا عايزين كده ايه شويه تظبيط كده اهي. هقص الخيط بس كده. جبت ابره بس انضف بيها الخيط، ابره اصغر شويه، ممكن بنفس الابره عادي بس يعني ابره اصغر هتكون اسهل. هننضف ازاي؟ باجي كده بدخل تحت الغرز كده كده بالشكل ده، اتمنى تكون واضحه اهي بالشكل ده. واسحب الخيط او طرف الخيط كده بالشكل ده. همرره كمان مرة كده في اخر غرزتين واقص الخيط الخيط الزيادة يعني. وهنا نفس الحكاية برضو، هدخل كده تحت الغرز واسحب الخيط اهو. قصيت كده الخيط الزيادة وهو شكلها. ممكن تخلوا الفيونكة كده يعني بالظبط على الكوفية كده، ممكن تخلوها بميلة كده يعني على حسب. انا حابة اخليها كده، حاسة كده شكلها احلى هي. بس هعمل الصورة بس اهي عشان تشوفوها بس كده. يا رب تكون عجبتكم وتكون الطريقة عجبتكم كمان ووصلتكم وتعرفوا ان شاء الله تنفذوها. هي سهلة جدا ان شاء الله تعرفوا تنفذوها. بس كده، لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد هنا بعمله في القناة ان شاء الله.
بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.